السلام عليكم. أي ترند جديد لأي أكلة لازم نعملها في البيت، والمرة دي بقى من غير لا عجن ولا خبز ولا الكلام ده خالص، ولا هنتعب نفسنا، بحاجة بسيطة أوي ممكن نعمل القمر اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا. بس الأول يا ريت لو ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا، ولو أول مرة بتشوفوني أنا أسماء بحيري، يا ريت بعد ما تشتركوا تفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها يجيلكم إشعار بيها. الأول هجهز الصينية اللي هخبز فيها بمعلقتين زيت أو قطعة زبدة، هنمسحها كويس قوي بس أهم حاجة تكون كمية كبيرة. وبقية الزبدة بقى اللي هو هيبقى حوالي ربع كوباية هنحط عليه كمان نص كوباية حليب، وعليهم رشة فانيليا، وكمان نص معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر هنا مهم جدا. وهجيب بقى لفة جلاش واحطهم زي ما انتوا شايفين كده مستطيل، يعني ورقتين فوق بعض، وهلزقهم من النص برضو بمسحة من الخليط اللي احنا عملناه ده. وكل ما احط ورقة الناحية دي تحت امسحها برضو بنفس الخليط، وورقة فوقيها وامسحها برضو بنفس الخليط، واقعد اعمل كده لحد ما اخلص لفة الجلاش كلها. على فكرة انتوا مش شرط تحطوا الحليب خالص، انتوا ممكن تخلوها سمنة صافي او زبدة صافي لو انتوا عايزين الحاجة دسمة شوية. يعني لو عايزينها تبقى شبه بتاعت بره بالظبط، بتاعت بره بتبقى عجينة ويحطوا فيها كمية زبدة كتيرة جدا، وبعد ما بتخلص كده الكرواسون بتبقى دسمة قوي وطرية. انا هنا بقلل الدسم على قد ما اقدر. بعد ما خلصت بقى اللفة كلها جبت بصراحة معلقة خشب علشان اقيس، عايزة الشرايح كلها تبقى على قد ما اقدر متساوية قد بعض. وعلمت كده بالمقص حتة صغيرة، وبعدين بقى هشيل المعلقة خالص واقص بقى الشرايح دي بالطول كلها لحد الاخر. مش عارفة، كان حد قال لي في تعليقات مرة إن المقص ما ينفعش أقص بيه العيش أو العجين أو كده. يعني اللي ما ينفعش ومقتنع إن هو ما ينفعش خلاص أوكي يعملها بالسكينة، بس أهم حاجة يعني على قد ما تقدروا تبقى كلها متساوية. بعد بقى ما هقصها كلها هلفها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ رشة بقى البيكنج باودر اللي أنا حطيتها مع الخليط في الأول هي دي اللي هتخليها من جوه هشة قوي، والحليب هيخليها طرية من جوه كده ومن بره مقرمشة جدا. واللي عايز يصغر اللفة عن كده يصغرها، انا بس حبيت يعني ان هي تبقى شبه بتاعت بره شوية. طبعا طعم الجلاش والحاجات اللي هحطها عليه بعد كده هيبقى مختلف شوية عن بتاعت بره، بس حلوة قوي. بجد اختراع جميل جدا. المهم ان انا بعد ما خلصتها مسحتها كده مسحة من الخليط اللي انا عملته ده داير ما يدور، علشان خاطر تحمر كده من كل الجوانب، يعني من فوق ومن تحت ومن كل حتة. ومش معنى كده ان احنا مش هنعمل الطريقة الأصلية، احنا برضه هنعمل الطريقة الأصلية في مرة بعد كده، بس انا عارفة ان في ناس منكم مش بيحبوا يعني المعجنات قوي او بيخافوا منها او بيحسوا انها ممكن تفشل معاهم. لا ان شاء الله معايا مش هتفشل معاكم اي حاجة. وهنجيب برضه العجينة الأصلية ونحط فيها الزبدة ونعمل كل حاجة. ورصيتهم في الصينية بالمنظر ده. وبعدين برضو همسحهم من فوق بنفس الخليط، او ممكن كمان نحط عليه نص معلقة نسكافيه كده علشان ايه يحمر قوي. اللي عايز كده اوكي، واللي عايز كده برضو حلو قوي. في الوقت ده لازم اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، هتقعد لحد ما تحمر من تحت. وبعدين هطفي الفرن واشغل الشواية لحد ما تحمر كده من فوق. اللي في الفرن بتاعه مروحة هي هتحمر من فوق ومن تحت مع بعض في نفس الوقت علشان تطلع حلوة قوي كده. وطبعا ده جلاش، يعني مش هينفع نحشيه من جوه زي ما بيحشي الكرواسون كده من جوه. فانا بصراحه اخترعت حاجه كده ويا رب تعجبكم. ان انا حطيت كده معلقتين من السيرب او الشربات التقيل بتاع الجلاش اصلا عليه من فوق كده وهو سخن، وبعدين هيشرب بقى الشربات، واول ما يبرد كده ويبقى قمر نحط بقى شوكولاته، نحط اي حاجه احنا عايزينها. وبصراحه هي عجبتني من غير اي حاجه بالسيرب كده، كانت طعمها حلو قوي، هشه قوي من بره ومن جوه طريه وقمر. لا وما سكتش، جبت شوكولاته اي نعم هي جاهزه بس يعني قلت اما ادلعها بقى واحط عليها كده عشان تبقى شبه بتاعه بره بالظبط. نفسي تجربوها وتشوفوها. يعني ممكن ما تكونش نفس الطعم اللي بره، ممكن تكون مختلفه شويه، بس طعمها حلو قوي. هنفرح بيها اولادنا ونفرح بيها نفسنا. وان شاء الله برضو زي ما وعدتكم هنعمل برضو التانية الاصليه. عايزه اقول لكم بس لما دقتها يا نهار ابيض، نفسي بجد تجربوها كلكم، حلوه قوي. وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، علشان ده مهم جدا بالنسبة لي، وكلامكم الجميل اللي دايما بيشجعني ويفرحني. ربنا يسعد قلوبكم كلكم. وكمان ما تنسوش اللايك عشان ده مهم جدا بالنسبة لي. وألف ألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم.